يسعد اوقاتكم جميعا. كيفكن؟ ان شاء الله صحتكم بخير واموركم تمام التمام. فيديو اليوم حيكون عن طريقة عمل هالديزاين الحلو للكيكة، ديزاين مريولة الشيف او لبس الشيف. وان شاء الله بيكون فيديو مفيد وممتع وبتستفيدوا منه ويكون سهل. ونبدأ الفيديو مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هون أنا كيكة على شكل مستطيل، حشيتها وغطيتها بكريمة زبدة ولبستها بعجينة السكر، مجهزتها. عجينة السكر لون رمادي فاتح. أنا كنت عملت قبل هيك تلبيس الكيكة بعجينة السكر، إن شاء الله رح أحط لكم اللينك آخر الفيديو. رح نشكل عليه هون القبة القميص والداير تبعنا والزرار، ونعطيه شكل مريولة الشيف للقالب اللي أنا ملبسته مجهزته قبل هيك. نبدأ مع بعض على سيليكونة هيك صغيرة، برش شوية نشا. النشا دائما ضروري منشان عجينة السكر ما تلزق عندي، او عجينة المرسبان او اي نوع عجينة انتم عم تستعملوه. راح اخذ من نفس اللون تبع القميص اللي هو الرمادي الفاتح، واعجنه كتير منيح. لازم تتعجن العجينة منيح منشان تعطيني شكل صحيح وحلو. وببدأ ببرم عندي بهالشكل زي ما واضح معكم على الفيديو على شكل اسطوانة عريضة نسبيا. ببرمها وببرمها هيك بهالشكل هذا. هيك بدها تكون القبة، فلازم يكون طولها مناسب انها تكون قبة القميص. راح اقرب الكيكة واحط هيك واشوف. بعتقد بدي بعد اطولها اكتر من هيك. راح ارجع ابرمها كمان شوي. هذا الشيء احنا بنحدده حسب الكيك اللي عنا وحسب قد بدنا نعمل القبة يعني، بس انه هذا هيك اوكي هيك تمام. هلا بمسكها وببدأ بضغط بكف ايدي، بفردها هيك عطولها وبكف ايدي. هلا زي ما انتم شايفين او باي اداة عنا راح اضغط بهالشكل لاعطيها شكل مستوي. بهالشكل بملس بكفة ايدي، وبعدين إذا بشوبك بفرادة بأي شيء بفردها وبعطيها الشكل هاد. وبدي السماكة تكون يعني سميكة نسبيا، يعني 2 3 4 ملي، إنه تقدر توقف العجينة. راح أشيل هاي الزوايد. طبعا أنا بعد ما رقيتها وفردتها طولت عندي، فبشيل الزوايد وبطرف سكينة أو أي أداة حادة ببدأ هذا الطرف بعمله بشكل الزاوية تبعيته مدورة تدوير زي ما واضح معكم بالفيديو. ما بتركه زاوية قائمة، بشيل هيك بدوره تدوير. هذا حيكون طرف القبة. وبعدين بوقفها. لاحظوا انه العجينة لازم تكون سميكة لتقدر القبة توقف معانا صح. اذا كانت رقيقة راح تميل معانا وما راح يمشي الحال. هلا ببرمها هيك بهالشكل، وبعدين باخر الطرف كمان بنفس الطريقة بهاي الأداة او بسكينة او بأي شيء بقصها بشكل دائري. بعطيها كمان طرف مدور، وبأصابعي عاد بزبط التدويرة بزبط الشكل، بعطيها الشكل الصحيح بهالشكل هاد هيك تمام. هلا بنقلها وبحطها على الكيكه تبعيتي او على القميص تبعنا، رح نسميه قميص او مريولة الشيف. بتاكد انه هي تمام قبل ما الزقها، بعطيها الشكل الصح. وبعدين بريشه وباللاصق من تحت بعد ما تاكدت انه هذا مكانها الصحيح بلزقها بشكل صح على القالب تبعي. والقبة إذا لا بتلاحظتوا أو ممكن ما مبين معكم، رح أترك الطرف البراني فيها طالع شوي ملي أو 2 عن الطرف الجواني. هلأ بتشوفوا بوضح معكم وإحنا عم نشتغل. عطرف هون برجع بجيب السيليكونة وبعجينة سكر لون أسود، رح أعجنها منيح وأخذ قطعة منها وأبرمها يعني أبرمها على شكل خيط. رح أبرمها بسماكة يعني تكون رفيعة نسبيا ما تكون سميكة، مشان أحطها كنار على القبة وعلى المريول تبعي. مهم جدا قد ما بقدر تكون عندي البرمة متساوية، العرض متساوي السمك يعني تبع الهدم، مشان يعطينا شكل مرتب ما يكون شي عريض وشي رفيع. هيك بعد ما خلصت برم بقرب كيكتي مرة تانية، وبعدين بالريشة وباللاصق رح أحط هيك أطراف القبة من فوق زي ما واضح معكم. ما بكتر لاصق، نتفة صغيرة منشان ما ينزعلي العجينة. وبعدين من جوا هيك كمان بحط شوي على أطراف القبة، بدهن كتير منيح. وزي ما لاحظتوا هذا هيك تركت تقريبا ملي أو 2 بين الطرف الخارجي والطرف الداخلي للقبة. إذا ما عنا لاصق فينا نستعمل مي. هلأ ببدأ من الطرف الداخلي، بفوت طرف هذا الحبل اللي برمته وببدأ بمشيه على راس القبة أو طرافها من فوق على الحفة تبعيتي وبشكل صح وعلى مهلي، منشان ما يطلع عنا متعرج، منشان يلزق محله بشكل صحيح 100%. يعني ناخد وقتنا ونشتغل على مهل ما نستعجل.
هلأ هيك بعد ما خلصت وتأكدت إنه صح بفوتها من هون، وهذا الملي أو 2 اللي تركتهم هذا اللي راح أمرق فيه الكنار تبعي الأسود هذا تبع الزرار. فيعني شيء إنه بترك مسافة صغيرة مشان هذا ما يطلع عندي لبرا، وبعدين بمرقه على الطرف بمحله الصحيح وبحاول يكون مستوي قد ما بقدر، والمسافة كمان تكون صحيحة. آخر شي هون بشيل الزوايد عندي اللي ضلت، أنا بعدي ما لزقته الكنار اللي نازل، لزقت بس على القبة لحد ما أتأكد إنه وضعه صح وسماكته صح وبعده صح أطراف الكيكة. هلأ شوي شوي بحط لاصق وبلزق وبظبط على أقل من مهلة. مهم جدا يكون محطوط بشكل صح ومو مايل مشان يعطيني شكل مرتب. هلأ بلزقه من تحت، هاي المسافة تكون متساوية قد ما بنقدر، وهيك بكون عطيت مريولة الشيف أو قميصه الشكل الأساسي. هلا بصفي بس إنه بعد ما سويت القبة وزبطتها إنه هلا نحط الزرار ونركبهم محل ما بدنا قد إيه عدد الزرار. بعجينة سودا كمان برقها أو بفردها، في ناس أرقها أفردها، وبهاي القطاعة المدورة بحجم الزر المناسب اللي أنا بدي إياه بقطع مجموعة زرار. شوي اللون أسود فيمكن ما حيكون كتير مبين التفاصيل معاكم. هلا رح أخذ هاي الشلمونة، هي دائرة أصغر من الدائرة اللي أنا قطعت فيها، مو ضروري شلمونة، أي دائرة أصغر رح أعمل لها ضغطة صغيرة بنص هديك، بس ما بقطعها، بس ضغطة. للأسف اللون أسود ما كتير مبين، بس إن شاء الله حتشوفوا بعدين على التفاصيل. وبعودة الأسنان بقلب الدائرة الثانية بعمل 4 فتحات، هن فتحات الزر. أنا لأنه ما عندي قالب زرار، أو هو عندي بس أنا مضيعته، فأنا عم بعمل الزرار هيك على إيدي بنفس الطريقة. بعيد هذا الزر الثاني هيك ضغطة صغيرة، ما بضغط على الأخير، ما بقطعها، وبقلبها بحط 4 فتحات بعودة الأسنان، وراح أعمل كل زرار بنفس الطريقة. هون بعد ما خلصت بصف الزرار محلهم وما بلزق بالبداية لحد ما أتأكد إنه محلهم صح، أبعادهم صحيحة. أنا هون بدي أحطهم، بعدين ببدأ بشوي شوي باللاصق مثل كالعادة لما نعمل أي كيكة، ما بنستعجل ومنلزق. رح أحط كمان زرين 2 تحت لنكمل هيك القميص تبعنا. وبعدين طيب هيك أوكي، هلأ ببدأ بشوية لاصق على الفرشاية تبعيتي وبلزق كل زر محله بشكل صحيح. هون خلصت كيكتي وكتير حلوة، كتير مبسوطة، كتير سهلة، كتير سهلة. هلأ أنا كنت عاملة شوية تفاصيل بفرجيكم إياه. هون كنت عاملة قطعة بيتزا بعجينة السكر، طبعا صعب إنه هذا كله نعمله بفيديو واحد، أنا كنت مجهزته من قبل وناشفين، لأن هذا الشيف شيف بيتزا والكيكة رايحة لشيف بيتزا، وهذا شوبك يعني لرق العجين، فعملت شوية شغلات مناسبة لشغل البيتزا وراح أصفهم يعني بالطريقة اللي بشوفها صح. مثلا الشوبك لا هون أحلى، لقيته هون أحلى، هنيك راح أحط قطعة تانية، نحط خشبة تقطيع، كنت عاملتها هيك تقطيع خضرة، حطها بهالشكل. عملت كمان حبات بندورة، يعني هاي أشكال كنت محضرتها قبل بكم يوم وناشفانة عندي وتمام لأجهزها لكيكتي. وقطعة جبنة صغيرة، فيكن تعملوا انتو مريولة الشيف وتحطوا حسب هو شيف شو يعني، وتحطوا الديكور اللي على اطراف حسب الشيف هو شو بالضبط، شيف حلو، شوف بيتزا، شيف طبخ. وعندي هاي قصيت هيك عجينة سودا مع عجينة بيض رمادي، فوقيها كتبت عليها بابا الغالي بناء على طلب الزبونة. بدي احطها اعلقها على القميص. طبعا الغلط ان انا نسيت هاي الليبل تبعي، كان لازم احطه قبل ما الزق الزر، راح اضطر هلا اشيل هذا الزر اللي هون واحط الليبل. فانتوا اذا عندكم هيك انتبهوا ما تغلطوا غلطتي وتنسوا نفس النسوة، حطوا الليبل بعدين الزقوا الزر. هيك زي ما شايفين طرف عجينة برمتها كتير حبل رفيع رفيع، وباخد هذه الورقة اللي عندي اللي عملتها اللي مثل الورقة هي عجينة سكر، وهيك بعود الأسنان بعمل لها فتحة صغيرة وبمرق الحبل طرفه هيك بحطه، ما ضروري يمرق كامل، بس مجرد انه فوتناه يعني بالفتحة مشان يعطيني شكل هيك حلو. وببرم الحبل حوالي الزر اللي راح ارجع الزقه، وبعطيها المكان المناسب لإلا للليبل تبعي او للورقة للكرتونة اللي انا كاتبة عليها العبارة اللي بدي اياها، وبرجع بلزق الزر محله بشكل صحيح. وهيك تمام، بعتقد هيك خلص تمام. الحركة سهلة، الكيكة جاهزة وحلوة. إن شاء الله تكون عجبتكم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، وإن شاء الله تكون فيديوهاتي عم تعجبكم بشكل عام. وإذا عم تعجبكم ساعدوني إنه ننشر القناة بشكل أكبر، وشكرا لكم، وإن شاء الله بتضلوا بخير وانتظروني بفيديوهات جديدة. سلام.